احلى شباب في الدنيا. النهارده جايين نتكلم عن حاجتين مهمين. الحاجه التانية حاجه مهمه جدا بالنسبه لي، بالنسبه للشباب اللي في سني. خليها تاني حاجه. نبدا الاول باول حاجه. هو الفرق ما بين الدوريات الاوروبيه والدوريات العربيه. سيبك من الدوري المصري، يعني كلها في العرب كلهم يعني. بصراحه هو فرق كبير جدا. حتى اتفرج على ماتش الريال برشلونه بيبقى فرق حتى في التصوير. يعني بتكلم كده ما بيني وبين نفسي، طب يا جماعه احنا مش قادرين نجيب الكاميرات دي، مش قادرين نجيب التقنيه بتاعت الاوفسايد دي. طبعا احنا لو جبنا التقنيه هنا الاهلي مش هياخد الدوري. التقنيه دي بالاخص الاهلي مش هياخدها خالص. فانا مش فاهم، طب هي غاليه علينا ولا احنا الدوري بتاعنا ما يستحقش هو بصراحه بما يرضي الله هو ما يستحقش حاجه. وحلوه الكاميرات الاتش دي اللي عندنا دي، وحلوه عربيه الفار بتيجي كده شويه وبوش شويه يقول لك شغلوا كاتل والكاتل بيبوش شغلانه كبيره برضو يعني. ويطلع واحد يقول لك احنا عشان يعني نرتقي بالدوري المصري لازم نشفر الدوري. طبعا حضرتك لو شفرت الدوري اتفرج عليه لوحدك، صدقني اقسم بالله اتفرج عليه لوحدك، لان ما عندكش اي تنافس خالص. اللي بيشفر الدوري ده مثلا نعتبره مثلا شبه الدوري السعودي. مثلا عندك خمس ست فرق بدأوا يشتروا لعيبه بمبالغ خزعبليه عشان يعملوا دوري شويه ناس تشوفه يعني. فعمل لك خمس ست فرق يعني جامدين كده بينافسوا على الدوري، فانت هتشتري عشان تشوف الخمس ست فرق دول بينافسوا ازاي. لكن انت هنا في مصر ما عندكش غير فريقين بس بينافسوا على الدوري، وبيراميدز داخل اهو تالت كارت حشر كده. وفي الاخر الدوري بيبقى متطبخ لحد كلنا عارفينه يعني. فانت طالما ما عندكش منافسه يبقى اكيد مش هيبقى عندك يعني مشاهده يعني. دي حاجه مهمه يعني. تاني حاجه حاجه شخصيه. فقدان الشغف. انا مش عارف اليومين دول تحس الواحد فقد الشغف، فقد مش حاسس في المستقبل. مش حاسس ان هو بيهد في حيطه بتطلع وراها حيطه، بيهد في حيطه بتطلع وراها حيطه، ورا الحيطه بيطلع حديد. انا مش فاهم ده عندنا بس ولا عند الشباب كلهم اللي في سني، ولا اللي اصغر مني، ولا الواحد كبر وعجز. بس انا ما بقدرش، عارف ما بيقضش يعني. فمش عارف بقى ده يعني. ده سؤال والله لأي حد بيتفرج عليا كده. هل انت عندك نفس الموضوع؟ هل ده قلة رضا، قلة ايمان، قلة حاجات كتير؟ انا عاوز افهم من عشان ممكن حد مثلا يكتب في كومنت حاجة استفيد منها يعني. وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. ويا ريت كلنا ندعي لبعض ان كلنا يعني يكرمنا ويطلعنا من اللي احنا فيه ده، والدنيا تكون احسن، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه في حياته يعني. وخلي بالكم على نفسكم، وان شاء الله اللي جاي يكون خير وعلينا كلنا بامر الله. ويا ريت كله يدعي لكله يعني كده. فان شاء الله بامر الله كلنا نبقى احسن بامر الله.